عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في قناتي فن الطبخ مع نوال. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا جوج اشكال اخرين ديال صابلي بريستيج. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. غادي نحتاجوا فيهم ان شاء الله عجينه ديال الصابلي اللي سبق لينا وحضرنا. غادي يطلع لكم الان بطاقه ديال عجينه الصابلي ناجحه 100%، ما فيها حتى شي مشكل. كنتمنى انكم تجربوها او لا استعملوا اي عجينه ديال الصابلي معتمده عندكم. فانا هنا عندي كميه ديال عجينه الصابلي. غادي نحتاج في هاد جوج لي موديل ديال الصابلي، غنحتاج فيهم هاد جوج القطاعات. عندي وحده مستطيله على هذا الشكل اللي كيكون فيها بلاصه ديال هاد الثقبه وبلاصه اللي ما فيهاش ثقبه. انا غنستعمل بلاصه اللي ما فيهاش، وغنستعمل مقطع دائري الجهه البلا ماشي الجهه المسنه باش نزينها بالشوكولا. غادي نحتاج لهاد جوج ديال مولد البلاستيك. غنحتاج لهذا اللي على هذا الشكل هذا بالنسبه لهذا المرشم، كنتمنى انه يكون واضح لكم. وغادي نحتاج بالنسبه للدائري هاد المول ديال البلاستيك هذا. هاد لي مول راهم ماشي جداد، راهم قدامين ومتوفرين، ولكن غنحاول انني نجدد فيهم. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج بطبيعه الحال الخليط ديال ناباج والجلوكوز. كنديروا مثلا 2 معالق ديال ناباج ومعلقه ديال الجلوكوز. ما يكثروش الجلوكوز لان بزاف البنات كيسولوني واش ندير غير الجلوكوز بوحدو. الجلوكوز ملي كيكرم كيولي بحال الزاج، الوغ ما نكثروش الجلوكوز. نديروا 2 معلقات ديال الناباج مع معلقه ديال الجلوكوز. هنا تقدروا تنكهوه باي نكهه بغيتو اولا تخليوه هكا طبيعي. غادي نحتاجو اللوز كونكاسي محمر. غنحتاج هنا لهاد العدسات ديال الشوكولا، هكا تيكون مغلف. هذا شوكولا مغلف راهو متوفر. غادي نحتاج الفواكه معسله، وغادي نحتاج الملمع ذهبي اولا تقدروا تستعملوا اي ملمع بغيتو. غادي نحتاج للشوكولا سوداء، وغنحتاج للشوكولا بنيه، يعني كنحصلوا عليها بالخليط ديال شوكولا سوداء مع شوكولا بيضاء. دائما تيكون الابيض اكثر من الاسود باش نحصلوا على هذا البني هذا. وغنحتاج للشوكولا بيضاء. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا كيف كتشوفوا انا خديت ستيل باد وطرف ديال البلاستيك غادي نسرح به العجينه. عندي هنا واحد التوضيح بالنسبه للعجينه، لانني في الفيديو ديال عجينه الصابلي تلقيت تعليقات كثيره على ان بعض السيدات ما نجحت لهمش عجينه الصابلي، وانهم تيقولوا بانها يعني عجينه فاشله. على العكس، عجينه ناجحه 100%. يكفي انكم تتبعوا المراحل. والحاجه المهمه في عجينه الصابلي هو نوعيه الدقيق اللي كتستعملوا. فانا الا قلت كيلو ديال الدقيق فهو ما كيعنيش كيلو بالنسبه لجميع نوعيات ديال الدقيق. انا ذكرت كيلو بالنسبه للدقيق يعني على حسب النوعيه اللي استعملت انا، وذكرت الاسم ديالها تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كنهز كيلو نيشان. كاينين نوعيات ديال الدقيق اللي كيكونوا كيشربوا بسرعه وكيعطيو نتيجه اللي فاشله بالنسبه للعجين. يعني الا قلت انا كيلو بالنسبه للعجينه ديالتي على حسب الدقيق اللي استعملت، فاكيد ما غتكونش كيلو بالنسبه للدقيق اللي غادي تستعملوا نتوما. الا كان كيشرب تقدروا تستعملوا غير 750 غرام حتى ل 80 غرام. هذا علاش كانت كتجيكم ناشفه وكتقولوا كتفرتت. اما الا كنتو كتهضروا على ملي كتبغيو تسرحوها، يعني فاش كتخرجوها من الثلاجه وكتشوفوها كتفرتت بحال هكا، فهذا شيء طبيعي لانها كتكون مرمله وهي بارده. الا بغيتوا انكم تفاداو انها تكون بحال هكا مرمله وكتحسوا بها انها كتفرتت، جبدوها يعني من الثلاجه قبل تقريبا بواحد ربع ساعه او لا ثلث ساعه حتى نص ساعه الماكسيموم باش تطلق راسها وتولي رطبه وتقدروا تسرحوها بسهوله. اما الا كانت بحال هكا كيف خارجه من الثلاجه الوغ سي نورمال غادي تكون كتفرتت، فخصكم معاها الخطر بطبيعه الحال. انا هنايا غادي ناخذ الوقت ديالي. فكيف كتشوفوا انا مخرجاها من الثلاجه وكيف كتبان لكم انها بحال كتفرتت، فهي ماشي مشكل. هذا بالعكس هذا كيدل على انها عجينه ناجحه. انا غناخذ الوقت ديالي وغادي نطلق العجينه على حساب السمك اللي غادي نحتاج، ونتلاقاو من بعد. فانا هنا من بعد ما خديت وقتي وطلقت العجينه كيف كتشوفوا، ما غاديش نطلقها رقيقه وما غنطلقهاش غليظه، لانني انا هنا الصابلي ما كنديرش وحده على وحده كيف كتشوفوا. فهذا هو السمك اللي كنخلي انا في الصابلي. غادي نجيب القطاعه، نجيب واحد
الطاوه. هنا بالنسبه للدائري كيف قلت لكم غادي نستعمل هاد الجهه لي سامبل ماشي اللي فيها السنينات. غادي نقطع على هاد الشكل. فكيف كتشوفوا واخا انها كانت كتفرتت فها هي تسرحات. هذا طبيعي لان عجينه الصابلي بحال العجين المرمل يعني تيكون هكاك تيتفرتت، ولكن ملي كنسرحوه فهو كيتجمع. هنا عاود بالنسبه لهاد المستطيل ما غنستعملش هاد الجهه اللي فيها هاد المستطيل الصغير، وانما غنستعمل الجهه اللي سامبل على هاد الشكل. انا هنا غاديه نديرها في الطاوه، غندخلها الفران مسخن على درجه حراره 170 حتى 180 ماكسيموم. نخليها كطيب تقريبا واحد 12 حتى 4 ساعه حتى يذهب لينا. وغاديه نكملوا باقي المراحل. ها هي كيف كتشوفوا يعني ما كتفرتت ما والو، فهي فعلا وصفه ناجحه. انا مولفه كنحط لي فيديو ديال الصابلي ما كنحطش هاد المرحله، كنقول على اساس ان كلشي البنات كيعرفوا كيفاش يسرحوا عجينه الصابلي، وتفاديا باش ما يكونش الفيديو طويل. ولكن اضطريت انني دابا نديرو لكم باش تشوفوا نيت الطريقه ديال كيفاش كنسرحها انا، وبانها واخا تكون كتفرتت راه هكا ملي كنطلقوها وكنقطعوها ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، هي كتبقى متماسكه وناجحه ما كيديفورما ما حتى شي حاجه. انا هنا كيف قلت لكم غادي نكمل على هذا الشكل ونطيبهم ونتلاقاو باش نشوفوا طريقه التزيين. فمن بعد ما دخلت الصابلي كيطيب في الفران دابا غادي نصايبوا التزيين ديالنا بالشوكولا. عندي هنايا واحد التوضيح بالنسبه للبنات. العديد من البنات كيسولوني كيفاش انني كنحافظ على الشكلاط في هاد القنينات هادو باش انه ما كيجمدش ليا. عادي جدا واخا يجمد كنحطهم هكا في شي اناء كندير فيه الماء طايب وكنحطهم فيه وكيبقاو دايبين. واخا ما يكونوش دايبين يكفي انني نحطهم هنايا ندير ماء غليان ونكب عليهم ونخليهم فهو تيذوب عاود بلا ما نحتاج انني نحطهم فوق النار. كيف كتشوفوا ها هو تيبقى دايب. انا هنايا غادي نستعملهم باش غادي نصايب الشكلاط اللي غادي نحتاج. هنا غادي نحتاج لهذا غندير كميه بالشكلاط ابيض وكميه بالشكلاط بني وكميه بالشكلاط اسود. فهما كيف كتشوفوا كيساعدونا بزاف بزاف وكيخليو لينا الخدمه تجي نقيه ومفينيه على هذا الشكل. هنا غادي نستعمل البني اللي كيف سبق ليا وذكرت لكم بانه باش نحصلوا على هاد البني كنخلط كميه من الشوكولاط الاسود مع كميه كبيره من الشوكولاط الابيض. يعني الشوكولاط الابيض يكون اكثر من الشوكولاط الاسود لان كيف كنعرفوا الاسود فهو تيغلب، يعني ما تكثروش الاسود، الابيض اللي يكون غالب على هذا الشكل. هنا عاود تقدروا تستعملوا الالوان كيف بغيتوا. الا بغيتوا تضيفوا الوان مثلا الاصفر الاحمر البني البرتقالي اللي بغيتوا، اولا تستعملوهم هكا كيف درت انايا فهما كيجيو اجمل وكتجي في نفس الوقت راقيه على الا استعملناها بالالوان. فهذا غادي نخليه كيشد راسو هكا غير على برا ما ندخلوش للثلاجه دابا. هذا كيساعد اكثر على اننا نحصلوا على الشوكولا اللي كتجي لامعه. اول حاجه ما عمرني ما نستعمل الشكلاط كيف يلاه نذوبو يعني يكون درجه الحراره ديالته عاليه يعني سخون بزاف ونجي ونبدا نحطو هنا في ليمون. فملي كنحيدوه من الليمون كنحصلوا على الشوكولا اللي كتجينا بحال مضببه وكتجينا بحال الحرشه ما كتجيش زوينه. دائما الشوكولا فاش نذوبوه نخليوه ينزل من درجه الحراره ديالو شويه عاد نستعملوه باش ملي نديموليوه كنحصلوا على شوكولا اللي كتجي لامعه وزوينه. هنا عاود بالنسبه لهذا انا غادي نستعمل هنا غادي ندير هنا في هذا الدور كيف قلت لكم غادي نخليهم حتى يشدوا راسهم مزيان على برا عاد ندخلهم المجمد باش نزولهم بكل سهوله. فمن بعد ما طاب لي الصابلي كيف كتشوفوا على هذا الشكل
جمد ليا الشوكولا على هذا الشكل كيف كتشوفوا. فانا سبق ليا وحضرت كميه اللي عندي ديال الصابلي كامله وخليت هاد الحبات باش نزينهم معكم. فهنايا كيف كتشوفوا غادي نبدا بهذا الشكل هو الاول. غادي ناخذ هاد الشكلاط من بعد ما جمد كيف كتشوفوا على هذا الشكل غنزولو. هكا غادي ناخذ الصابلي ديالي وغادي ندهنو كامل بالخليط ديال الناباج والجلوكوز على هذا الشكل. غادي ناخذ وحده كحله نديرها من هنا على هذا الشكل. غادي ناخذ وحده بيضه نديرها في الوسط من هنا على هذا الشكل. ناخذ وحده بنيه ونحطها حداها على هذا الشكل. نحاول انني نديرهم هكا يعني متدرجين باش يعطيو منظر جميل. نجيب اللوز اللي كيف سبق لي قلت لكم كونكاسي محمر. هنا بغيتو تعوضوه باي حاجه تقدروا تعوضوه، سواء كاوكاو سواء اي حاجه عندكم. غادي نحطها على هذا الشكل. نعاود معكم وحده. غندهن الصابلي ديالي كامله على هذا الشكل. غادي ناخذ وحده كحله نحطها هنا بحال هكا. نجيب وحده بيضه نبعد واحد شويه نحطها هكا. المهم هو انهم يجيونا مدرجين وكل وحده شاده بلاصتها او ميم طون، يعني حتى حاجه ما خارجه لينا من الصابلي. ناخذوا اللوز نحطوه هنايا. كنديرو غير في جوج جهات، ما نديروش في هاد الجهات الصغيره، نديرو غير هنا في هاد الجهات هادو. نعمرو مزيان صافي على هاد الشكل. وغادي نجيب الملمع الذهبي. هنا بغيتو الذهبي اولا بغيتو ديروا اي ملمع اخر، ولكن الذهبي كيجي احسن. وغادي ندهن بحال هكا من الفوق. انا ماشي مضطره انني ندهن هاد الاهرامات كاملين، وانما غير هكا من الفوق على هاد الشكل. صافي هكا تيكون الشكل جاهز. ندوزو الشكل الثاني. غادي ناخذ الصابلي الداير غادي ندهنو كامل على هاد الشكل. وغادي ناخذ هاد الشوكولا كيف كتشوفوا. كنقول لكم اننا نحطوا الشكلاط في ليمول، يعني يكون الشكلاط دافي ماشي بارد باش تجينا هاد اللمعه في الشكلاط. لو كان حطيتو الشكلاط سخون ما غتشوفوش هاد اللمعه هذه. غنحط على هاد الشكل. ناخذ واحده اخرى غادي ندهن الصابلي نحط على هاد الشكل يعني في الوسط. كيف كتشوفوا غير باش تعرفوا ان الصابلي ما كيديفورما ما كتخسر ليه حتى شي حاجه. هانتوما نفس القياس ديال الفراغ اللي ما بين الصابلي والشوكولا هو نفسه على طول الدور ديال الصابلي كامل مع الشوكولا، يعني ما كيبان حتى شي بلاصه داخل او لا خارج. هذا كيعني انه ما ديفورماش كيف قطعناه بالقطاعه كيف بقى. غادي نجيب هنا هاد الفواكه المعسله. نحاول انني نلعب بالالوان. غندير مثلا وحده حمراء وحده صفراء وحده خضراء على هذا الشكل. ونخلي بلاصه لهاد لي لونتي ديال الشكلاط. وحده صفراء وحده خضراء. حطيت وحده خضراء نحط وحده حمراء على هذا الشكل. غادي نجيب هاد لي لونتي هادو غنحط وحده هنا على هذا الشكل. هنا اللي بغى يستغنى عليهم فيقدر. غنجيب هاد حبوب البافو اولا بذور الخشخاش، فنسيت ما ذكرتهمش لكم
في الاول غادي نرش هنا فوق هاد الديكور هذا على هذا الشكل. غادي ناخذ الملمع وغادي ندوز على هذا الشكل فوق هاد الشوكولا، غير باش نبرز هادوك لي موتيف اللي كاينين في الشوكولا، يعني ماشي ندهن الشكلاط كامل، وانما غير هكا من الفوق ندوز باش نخرج هاد لي موتيف اللي كاين في الشوكولا. صافي على هذا الشكل تيكون لي موديل ديالنا واجدين، فندوزو نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا، كيجي رائع وراقي، يعني من حاجات اللي بسيطه كنديروا اشكال راقيه. اكيد غينال اعجابكم وغينال اعجاب حتى ضيوفكم واقاربكم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على جيم، بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله، تابوناو في لاشين ديالي باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.